وجري الولد ودخل نفس الأوضة اللي كل مرة شريف يدخلها يلاقيها فاضية ومهجورة. دخل شريف وراه، لكن المفاجأة إنها مش مهجورة. لقى الأوضة فيها عفش جديد وشكلها جميل، ولقى فيها 2 ستات وراجل والولد الصغير. كلهم بصوله، وضحك الراجل وقال له: أهلا بيك يا شريف في جروب الأموات. شريف كان في حال الذهول، بص للراجل وقال له: أنت أكيد مش إنسان، أنتوا عفاريت. ابتسم الراجل وقال له: ما تخافش، إحنا مش عفاريت. شريف قال له: أمال أنتوا إيه؟ الراجل قال له: إحنا أموات. وفضل الراجل يضحك بصوت عالي. بصت لشريف بنت من البنات وقالت له: ممكن تهدى وتسمعنا وانت تفهم كل حاجة؟ قال لها: اسمع ايه؟ انتوا بتقولوا اموات يعني عفاريت. قالت له: لا مش عفاريت، احنا ارواح القصر، اهدى واسمعنا. قال لها: عايزين تقولوا ايه؟ وابتدى الراجل يحكي الحكاية لشريف. القصر ده لما اتبنى كان مبني للامير سعيد حليم باشا سنة 1896، لكن للأسف الراجل بناه ومسكنش فيه عشان القصر كان فيه حاجات غريبة بتحصل، والفضول خدنا كلنا، كل واحد مننا هنا. أنا أمين السرافي، وشاور على الست الأولى، ودي أكبر فنانين عصرها الفنانة هناء السيد، ودي الدكتورة ولاء عيسى. والولد ده محدش فينا يعرف اسمه، وهو مش راضي يقول من يوم ما لقيناه في القصر. كل واحد الفضول خده يعرف سر القصر، بقى روح عايشة فيه، لكن احنا بس اللي عرفنا السر. شريف قال له: طب ايه هو سر القصر؟ الراجل قال له: حليم باشا بنى القصر ده عشان يديه هدية لمراته، وفعلا بنى القصر مهندس ايطالي، وكان بيستعين بمهندسين مصريين هما اللي يساعدوه. كان المهندس المساعد ليه هو كارم شلبي، شاب مهندس كان شاطر جدا. كارم شلبي كان متجوز 2، هاجير وسارة، والاتنين كانوا بيحبوش بعض. وكان كارم هو المشرف على كل حاجة تخص القصر، وعرف ان حليم باشا مسافر وهيقعد سنة بره هو ومراته، والمهندس الايطالي سافر بلده. قرر كارم ان يعيش هو وهاجير وسارة في القصر من غير ما حد يعرف المدة اللي حليم باشا مش موجود فيها، وفعلا خدهم هما الاتنين وراحوا عاشوا في القصر. كان كارم متعود يصحى كل يوم على خناقة هاجير وسارة وهما مقطعين بعض. لكن في يوم صحي كارم لقى القصر هادي جدا، استغرب، قال اكيد لسه نايمين. لكن بعد وقت قلق، نزل يدور عليهم ملقاش ليهم اي اثر. ابتدى يقلق اكتر، وفضل يدور لحد اخر مكان في القصر، البدروم كان اخر مكان نزل يدور عليهم فيه. كارم وهو بيبني القصر، واحد من العمال قال له: لقينا بير كبير في البيت اللي كان مكان القصر. ساعتها كارم مهتمش وقال للمهندس الايطالي: بدل ما نردمه احنا نبني اوضه تحوط عليه، ونسي الموضوع. لكن وهو بيدور في البدروم لقى الاوضه اللي فيها البير مفتوحه. دخل بالراحه يبص فيها، وكمان سأل نفسه ازاي اتفتحت. دخل لقى هاجير وسارة قاعدين جنب البير عمالين يعيطوا، بصلهم وضحك. اخيرا ربنا هداكوا انتوا الاتنين وبتعيطوا. محدش رد عليه، الاتنين قاعدين جنب بعض بيعيطوا بصوت عالي. قرب كارم من هاجير يطبطب عليها، فجأة لقى ايده عدت من جسمها كأنها هوا. رجع خطوتين لورا بدهشة، قال لها: انت ازاي كده؟ بصت سارة وهي بتعيط، قالت له: الحقنا احنا مش هنا. قال لها: مش هنا يعني ايه؟ قالت له: هاجير ضحكت عليا وقالت لي تعالي اكتشفت حاجة هنا. جيت معاها وببص على البير، فجأة زقتني وانا بقع في البير، شدتها من شعرها وقعت معايا، وقعنا في البير لقينا نفسنا في زمان تاني. رد كارم قال لها: ازاي وانت قدامي؟ قالت له: لا احنا قدامك روح مش حقيقة، الحقيقة احنا في زمن تاني، ومش عارفة احنا هنا ازاي بروحنا. بمجرد ما وقعنا الحقنا يا كارم. كارم قرب من سارة ولمسها، ولمس هدير، واتأكد فعلا انهم مش موجودين، مجرد خيال بيكلمه. رجع سأل سارة: طب انتم فين؟ قالت له: معرفش، احنا وقعنا في البير ولقينا نفسنا جوه سرداب، فضلنا ماشيين جواه لحد ما خرجنا في القلعة، قلعة صلاح الدين. لكن لقينا القلعة فيها عساكر لابسين لبس قديم زي بتاع زمان ايام محمد علي، وخدونا رمونا في السجن، وقالوا اننا هنتعرض على محمد علي باشا بالليل. بس بسرعة يا كارم الحقنا، انا لو شفته حقيقي هموت من الرعب. كارم كان في حال الذهول وقرر انه ينط في البير ويروح ينقذهم. اكيد في حاجة غلط، لكن قبلها كان كارم وهما بيهدوا البير القديم
اللي كان مكان القصر كان فيه كتب شايلها جنب البير. فضل يدور على أي حاجة لحد ما لقى كتاب بيتكلم عن البير، قرا فيه وسارة وهدير فوق دماغه، وعرف إن البير بيسافر لزمن تاني، وإن الشخص اللي بيسافر بمجرد ما ينزل البير بتفضل روحه في البيت لحد ما يرجع، ولو مات في الزمن التاني بتفضل روحه جوه البيت. صرخت هدير في وش كارم، قالت له اتصرف، أنا مش هعيش حياتي روح هنا، لازم أرجع أنا والقرشانة دي أعرفها إزاي تشدني من شعري. ردت سارة قالت لها وانت يا حرباية بتزقيني في البير، اصبري لما ارجعلك. اتفضل يا أستاذ كارم، دي الأشكال اللي انت جايبها لنا. ردت هدير وقالت لها مالها الأشكال دي يا حبيبتي؟ صرخ كارم في وشهم وقال لهم لو سمعت صوتكوا هقفل الأوضة واطلع انام ومش هاجي اجيبكم. ردت سارة وقالت له ايوه اديها فوق دماغها. بص لها كارم وقال لها بجد انا زهقت منكم، حتى لما بقيتوا ارواح شريرة، والنعمة لا طالع انا ومخليكم هنا. سابهم وطلع وجايب حبل كبير، نزل عند البير وقال لهم تعالوا معايا. ردت هدير قالت له حاولنا ننط تاني، واضح ان مش هينفع نتحرك من القصر هنا الا لما نرجع. نزل كارم بالحبل لحد ما وصل لقاع البير، واول ما ولع كشاف لقى قدامه 4 طرق في السرداب، ما بقاش عارف يروح فين. فضل ينادي عليهم، كان بعد عن ارواحهم، وقف مش عارف يمشي في اي طريق. اختار اول طريق ومشي فيه، وفعلا طلع جوه القلعة. كان مركز ان محدش يشوفه، وبدأ يتسلل للسجن لحد ما شاف الحراس ماسكين هدير وسارة وطالعين بيهم القصر لمحمد علي. قرب كارم من احد الحراس وضربه على دماغه، وخد هدومه وفضل ماشي وراهم لحد ما طلعوا عند محمد علي باشا. وقف كارم من بعيد، كان في حالة صدمة. دخلت سارة وهدير قدام محمد علي جوه قصر الجوهرة، وهو قاعد وسط الحاشية. اول ما دخلت سارة بصت لمحمد علي وهي خايفة، لكن جمدت قلبها وبصت لمحمد علي وقالت له حضرتك انا ماليش دعوة. وشاورت على هدير وقالت له البنت دي كانت هي ومجموعة انا معرفهمش، كانوا بيخططوا انهم يموتوك وخطفوني وجابوني هنا. هدير كانت في حالة ذهول وانبهار بالقصر، قربت من الراجل اللي واقف قدام محمد علي ولمسته بصباعها. الراجل شخط فيها. ردت هدير وقالت له مالك؟ ده احنا بندفع 5 جنيه وبندخل انا والعيال وبنديك على قفاك طول الرحله. وبصت هدير لساره قالت لها انا اللي هطلع روحك، ومسكت في شعرها وضربوا بعض. وهما بيتخانقوا قام محمد علي واللي في القصر يحوشوهم، ومحمد علي في النص مسكت هدير العمه بتاعت محمد علي باشا وضربتها في وش ساره. اتنرفز محمد علي باشا وقال لهم خدوهم اعدموهم. كارم جري مع الحراس وقال لهم انا هوديهم السجن، وخدهم من دراعهم هما الاتنين. اول ما شافوه لسه هيتكلموا بص كارم وقال لهم اسكتوا خالص، ونزل بيهم وبدل ما يروح السجن جري بيهم لحد مكان السرداب، ووصل للحبل وساعدهم وطلع هو وساره وهدير بامان للقصر. واتخانق معاهم خناقه كبيره وقال لهم هنقفل الاوضه دي ومش هنقول لحد اي حاجه عنها. وفضلوا عايشين 6 شهور ورجعوا بيتهم تاني، ورجعت الاوضه مقفوله تاني، واستلم حليم باشا القصر. ودي كانت اول حكايه في القصر.